السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم وأهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات سؤال دوائي. وزي ما عودناكم في سؤال دوائي، احنا فيديوهاتنا موجهة للناس اللي مش حابة تتفرج على فيديوهات طويلة، علشان كده بتكون إجاباتنا بسيطة ومختصرة. النهاردة هنجاوب على سؤال: هل دواء الحساسية بيزيد الوزن؟ موضوع ان دواء الحساسية بيزود الوزن ولا لا، ده بيعتمد على نوع الدواء نفسه وعلى طبيعة الجسم. في أدوية حساسية بتشتغل على مستقبلات الهستامين في الجسم، وده اللي ممكن أحيانا بيسبب النعاس، وممكن بيفتح الشهية زي مضادات الهستامين من الجيل الأول، وده موجود في مواد زي السترازين ودايفن هدرامين. الأدوية دي بتخلي الواحد يحس بالجوع أكتر، فبالتالي لو ما خدتش بالك من أكلك ممكن تلاقي وزنك بيزيد من غير ما تحس. لكن كمان في أدوية حساسية تانية خصوصا من الجيل التاني والجيل التالت مش بتأثر على الشهية بشكل كبير، زي اللوراتادين والفيكسوفينادين، ففرصتهم انها تسبب الوزن بتكون اقل. غير كده في بعض الناس جسمهم بيحب يخزن المية بسبب الأدوية، وده ممكن يخليه يحس انه تخن او وزنه زاد، بس في الحقيقة ده احتباس سوائل مش دهون فعلية، وبيختفي مع الوقت، فما تقلقش. كمان لازم تاخد في اعتبارك ان لو عندك حساسية مزمنة وبتاخد كورتيزون، سواء كان اقراص او بخاخات، الكورتيزون ممكن يكون ليه تأثير واضح على الوزن، لانه بيحبس السوائل وبيزود الشهية بشكل كبير. الخلاصة، لو انت ملاحظ ان وزنك بيزيد بعد ما بدأت تاخد دواء الحساسية، راجع نوعه وشوف هل هو من الأدوية اللي بتفتح الشهية ولا لا، وحاول تظبط أكلك وتشرب مية كتير. ولو حاسس ان الموضوع بقى اوفر، كلم دكتورك وهو هيقول لك البدائل المناسبة ليك. ده كان النهاردة موضوعنا، ودي كانت اجابتنا على هل دواء الحساسية بيزيد الوزن. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.